السبب اسمع هذه النكتة. يقول لك قال لزوجته بالمطار البسي عباية واسعة شوي، قالت فديت اللي يغارون، قال لا ما غار ولا شيء بس طبقات كرشك كنا حزام ناسف. لو مو سموذ النكتة السخيفة، مو هذا التنمر يا أخي، ما حلوة، عيب عيب يا أخي تتنمر على الناس، ما حد يحترم الناس، وش هذا؟ هذا تسميه نكتة أنت؟ تو مالك الساهو كبرت الموضوع، الواحد يضحك بو يضحك شوي يضحك، تراها الا نكتة. ما نقبل نضحك على الناس ولا نتنمر عليهم، كل واحد يحترم حدوده، ما أتنمر على أي شخص. تو مو هناك الساهو بحدوده ما حدوده وتنمر، مالك كبرت الموضوع. زين بخبرك نكتة ثانية. يقول لك معلم رياضيات سأل طالب بدوي، واحد ضرب 10، قال البدوي أشهد إنه رجال. لا تقول ما فهمتها. هذا تسميه ابتسامة فيها عنف وضرب، أنا ما أقبل هذا الكلام، النكت الماسخة بتسيوف أنتم. تو مو هناك الساهو، أظن إذا في حياته ما ضحك، آخر مرة ضحك يمكن قبل 30 سنة، مالك مسرقع. اقول لك الو، متى ناوي تتطور؟ متى باغي تدخل لك فلوس؟ هذا كوكيز من عند خالتي حميده لذيذ. لكتني خالتك حميده كانه ما حد يبيع في الانستغرام غير خالتك. تو انا جايب لك موضوع البزنس اللي انا جايب لك لا تمسك ابدا العطسه، خليها تطلع. اذا تكتمها عيونك بيطلعن برا، الوز بينفقرن فيك. اوكي حتى ذي المعلومات الصغيره ما تعرف تسويه. المهم يا حبيبي اسمعني، انا وانت هذا عليه، ها هذا انت، يعني بنكون انا وانت. هذا كوب شاي، بنكون كوب شاي مع صحن مال تقديم. هذا دخل صحن تقديم مع كوب شاي، نكون شركه انا وانت، انا علي راس المال وانت عليك. صدق اكل هذا المطعم واجد زين، الناس كلها تمدح. خلي تو المدح، شوف صاحبنا حتى ما رضى يحرصنا، لا عزمنا لا على غدا لا على عشاء. تذكر يوم من الايام عزمنا في مكان؟ انا بضبط لك اياه. اكل ما اتاكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما اترفضش، حاسب ما تحاولش. بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص اللقطه دي. الدنيا حسب لو سمحت. اكيد هذا برنامج الصدمه صح؟ ما مشكله، في عندكم فيزا؟